حكيم مسعود أوزيل. بطل حلقتنا الأولى هو حكيم زياش. حكيم تزاد نهار 19 مارس 1993 في مدينة درونتن الهولندية. هو الأخ الأصغر بين 9 إخوة، وأول لمساته مع الكرة بدات من الحي ديالو رفقة أصدقائه في الساحة اللي كانت سميتها بالضبط كريف كارت. من بعدها حكيم كان غادي في واحد الطريق اللي ما مزياناش، خصوصا في فتره المراهقه ديالو، علما ان ديك الفتره تصادفت مع الوفاه ديال الاب ديالو. في نفس هذه المرحله زياش غيتلاقى مع الشخص اللي غيقلب المسار ديالو، وهو عزيز ذو الفقار اللي كان عضو في طاقم نادي درونتن، وغيشد بيد حكيم وغياخذوا الفريق باش يتدرج في الفئات ديالو. وهكا بدا التطور ديال حكيم في المسيره ديالو، فمن بيكس فولا ثم تفينتي اياكس امستردام صعودا الى الدوري الانجليزي، وغيمشي لغالاتا سراي التركي، واخر محطه ديالو اللي هي الريال القطري قبل ما يحط الرحال بنادي الوداد. وقدر يبصم حكيم على مشوار رياضي احترافي في كرة القدم، وأيضا على المستوى الدولي مع المنتخب الوطني. والانفو اللي غنضرب لكم في اول حلقه هي المقابله اللي لعبها حكيم زياش في عز شهر رمضان، مقابله اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا اللي جمعت الاياكس امستردام بريال مدريد على ارضيه سانتياغو برنابيو. اياكس مرة كانت خاسره في بلادها 2-1، غيمشيو لمدريد وغيلعبوا مقابله الاياب، ولكن الكل كان مراهن على ان الميرينغي مدريد غيتاهل بنتيجه مريحه، الا انه اياكس بينت على العكس وقدروا يديروا ريمونتادا تاريخيه على الريال في عقر الدار. حكيم دار واحد من افضل لي بيرفورمانس ديالو في الكارير ذهنيا وبدنيا، وفند به فكره ان الصيام يؤثر على اللياقه البدنيه، بل بالعكس ساهم في المقابله بالهدف الاول اللي حمس به الفريق ديالو، ثم تمريراته المفتاحيه وصناعه اللاعب، الشيء اللي نتج عليه انتصار ساحق ماحق لرفقاء حكيم برباعيه مقابل هدف يتيم، الشيء اللي خلاهم يتاهلوا مباشره للربع النهائي. وسؤال هذه الحلقه، في هذا الماتش من غير حكيم زياش كانوا مشاركين فيه 2 لاعبين مسلمين اخرين. غتهبطوا للتعليقات وخليونا الاسماء ديالهم. نتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله.